السلام عليكم. تصريح خطير من كريستيانو رونالدو يهدد فيه فرنسا بعد استبعاد أشرف حكيمي من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، ويعلن من وراء هذه الفتاة التي اتهمت أشرف حكيمي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن أشرف حكيمي مظلوم في هذه القضية، اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد اتهام المدعي العام الفرنسي توجيه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي باغتصاب فتاة فرنسية بالقوة في منزله، فقد دخل على الخط صديق أشرف حكيمي النجم كريستيانو، وأدلى بتصريحات للإذاعة الفرنسية بعد مباراة باريس سان جيرمان مع نيتل الفرنسي، وقال: كنت أود مشاركة أشرف حكيمي في هذه المباراة. أصبح كيليان امبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، ولكن أنا حزين للغاية بما يحدث لصديقي أشرف حكيمي. فأنا ذهبت بعد هذه المباراة لمنزل أشرف حكيمي وشاهدته يبكي كالأطفال بسبب ما يحدث له ولأسرته أيضا. فقد كل شيء الآن. فرنسا تريد الانتقام من أشرف حكيمي لإنهاء مسيرته الاحترافية، فكل أسرار أشرف حكيمي معي، وأنا أؤمن أن أشرف حكيمي لن يفعل هذه الفاحشة التي تغضب المجتمع. أشرف حكيمي إنسان مسلم ودائما يفعل الخير، ودائما يأخذني في شهر رمضان لنفطر سويا مع المهاجرين الأفارقة التي ليس لديهم أي مأوى، ويقدم لهم الطعام والأموال. هذا هو أشرف حكيمي الذي لم يعرفه البعض، وأنا أعلم جيدا أن هذه مؤامرة مدبرة من جانب السلطات الفرنسية مع هذه الفتاة لأغراض سياسية. فإذا لم يتم تبرئة أشرف حكيمي من هذه التهمة، فأنا سوف لم ألعب أمام أي فريق فرنسي، ولن ألعب مرة أخرى أمام المنتخب الفرنسي، لأنكم لا تستحقون ذلك، لأن أشرف حكيمي بريء من كل هذه التهم. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك في الموقف الشجاع لكريستيانو رونالدو اتجاه صديقه أشرف حكيمي؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الدعاء لأخوكم أشرف حكيمي. اللهم انتقم من كل ظالم وانصره على من يعاديه. اللهم انصر أبناء المغرب في الداخل والخارج. اللهم آمين يا رب العالمين. ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.